اهلا نجيماتي الغاليات اللي منورين هاد القناه. كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله قصه جديده، قصه فيها عبره البنوتات اللي عاد غيبداو الحياه، اللي عاد غيتوكلوا على الله، اللي عاد غيمدوا يديهم للحنه. المهم قصة فيها عبرة، لأن أحيانا تصرف بسيط منك يمكن تخسري فيه الشخص الآخر. المهم البنات، بغيتكم تبعوا القصة من الأول حتى الآخر باش تاخذوا منها الإفادة. يلا نبداو القصة ديالنا. بسم الله على بركة الله ونتوكلوا على الله. سميتي زينب. حليت عيني في واحد العائله اللي كنت فيها انا البنوته الوحيده بين 4 ديال الذكوره. كنت انا المفشه وانا الصغيره ديال الدار. ماما كتفشش، بابا كيفشش، خوتي الكبار حتى هما كيفشوا. اللي حليت عليها فمي كتحضر. المهم قريت وكنت غاديه مزيان، ما كانوا عندي لا مشاكل في الدار لا حتى شي حاجه، لا مشاكل في قرايتي لا والو. كنت فقط مفشه، داك النوع اللي لقات معلقه ديال الذهب فمها هي انا. كل شيء متوفر ليا، كان نمشي للمدرسه، كان نجي كنقرا، كيعاونوني مالين الدار، دايرين ليا الاساتذه في الدار كيقراو معايا. المهم كنت كنقرا مزيان صراحه البنات. وكنت ما كيخافوا عليا مالين الدار، كيخافوا عليا بزاف، لا بابا ولا ماما ولا حتى خوتي الكبار، لان قلت لكم انا ماما ولداتني، انا الصغيره تا كبروا خوتي عاد ولداتني انا، وكنت انا البنوته اللي فرحوا بها وعجبهم الحال. المهم بقيت هكا البنات حتى كبرت، وكنت خديت واحد، خديت الاجازه ديالي، خديت الماستر في واحد التخصص اللي كان مطلوب ديك الوقت. المهم خدمت في واحد الشركه، اول خدمه ليا كانت في واحد الشركه. واخا كنت البنات مفشه وبنت الفشوش وكل شيء، كنت مجده، كنت كنضرب تماره، يعني داك النوع اللي كيخدم بجديه، ماشي معكازه وماشي غير كنخربق ولا غير دايره الخدمه فوق خضره فوق الطعام كما كيقولوا، ولكن كنت كنخدم من نيتي. وهذا الشيء لاحظوا المدير ديالي، والمدير كان كبر مني بواحد 4 سنين ولا 5 سنين. المهم المدير كان دائما كيشكر خدمتي، كيلمح لي ان خدمتي مزيانه، وانني انا جديه، وانني كذا. وانا البنات ما نشكرش لكم راسي، الجمال والاناقه وفي نفس الوقت الخدمه، يعني جمعهم كاملين. بشويه بشويه بقيت غاده في هذيك الخدمه، والمدير ديالي كيشكر فيا، ومره يعرض عليا القهيوه، مره كيعرض عليا الغدا، مره يجيب لي شي وريضه، مره. المهم السيد كيلمح انني عجبه. دازت مده حتى لواحد النهار هو يعرض عليا الغدا، وخرجت مشيت معاه للغدا، تغدينا، وهو يقول لي شوف يا بنت الناس، انا راكي كتعجبني شخصيتك، كتعجبيني نتيا كانسانه، كتعجبني خدمتك جديه، ما عندكش مع التفليه، ما عندكش مع التراويغ، وانا ناوي معاك الحلال. صراحه الناس كان حتى انا عجبني وما ترددتش، وافقت. قلت ليه الا بغيتي لي المعقول قصد دارنا. داكشي اللي كان البنات. سيد قصد دارنا، جاب والديه دارنا، رحبوا بيه، كان كل شيء على ما يرام. الخطبه دازت بخير وعلى خير. صافي اجلنا العرس لمن بعد، درنا غير خطوبه، وقلنا العرس غنخليوه حتى لواحد العام، يعني بين ما نعرفو مزيان ويعرفني مزيان، ومن بعد نديرو العرس. صافي بقينا هكذاك البنات. العام الاول ما درناش العرس، زدنا عام تاني ما درناش فيه العرس، زدنا عام ثالث. المهم السيد بقى مجرجرني كل عام تيقول لي هاد العام ديروا العرس، هاد العام ديروا العرس، وانا غاديه معاه البنات، لان انا ما كنتش ملهوفه على الزواج، ولكن بديت كنتعلق به، ما بغيتش نضيعه، بديت كنتعلق به. كل عام امتى غنديروا العرس، واش هاد الصيف ولا تا الصيف الجاي، واش هاد الصيف ولا تا الصيف الجاي. بقينا هكا حتى دوزنا 4 سنين. شويه هنا هو السيد هو اللي ولا متعلق بيا، وانا اللي وليت مجرجره.
يعني وليت انا ما باغاش نتزوج، يعني بحال ولفت هذاك ندخل ونخرج معاه، نمشيو نتغداو نجيو، ما بقيتش معمره راسي بالزواج، بحال يئست. ما عرفتش البنات واش يئست ولا ما نعرف. المهم خاطري بردات من داك الزواج صافي. ولا هو اللي تابعني، وانا مني عقت به هو ولا كيموت عليا ويموت على التراب ديال رجليا، وكل نهار تيقول لي كنبغيك وانا باغي الزواج وامتى نديروا العرس وامتى. انا وليت بحال انا كنتاقم منه، وما عرفتش واش كنتاقم منه البنات ولا خاطري بردات، ما عرفتش لحد الساعه ما فهمتش. بقيت مجرجره كل نهار كنقول واخا ايه واخا ايه صافي. انا كنت كنغير عليه البنات، يعني بواحد ما كنتش كنبغي يهضر مع حتى شي وحده، حتى شي موظفه في الشركه. الا غير اتصلت به شي وحده من الخدمه ولا هذا، ما كيعجبنيش الحال. كنفرض عليه كيفاش يتعامل مع الموظفين والموظفات. المهم كنبقى انا غير معصبه الا شفتو مع شي بنت ولا شي حاجه، خصوصا الا كانت زوينه وكنت متاكده انها هي المهم فيها شي ميزه عليا، كنموت البنات بالغيره. وكنت تايقه في راسي ولكن الغيره ما كانش مخلياني على راحتي. المهم انا كنت عارفه انه هو حتى شي وحده ما غادي تعمر ليه العين من غيري، لانه هو كيبغيني انا وكيموت عليا البنات. حتى لواحد النهار البنات قال لي راسي صافي قررت انني نبدل المدينه، وقلتها ليه لان البنات هذيك الشركه ديالنا عندها فروع في المغرب كامل، وقلت ليه اقترحت عليه اننا نبدلوا ديك الشركه ونمشيو لمدينه اخرى، نبدلوا زعما داك الفرع ونمشيو لمدينه اخرى، حيت انا البنات في هذاك الفرع صافي ديرونجاوني بحال قلتو. وليت مستريسيا بديك الغيره وديك الهضره ديالو ديال البنات مع البنات، والبنات زاعمين عليه في الشركه بزاف، وما قدرتش انني نبقى مستمره تما. قلت له ها انت غادي نمشيو نبدلوا المدينه. قال لي علاش غنبدلوا المدينه، اش كتخربقي؟ وقلت له نبدلوا المدينه لان هنايا مدينه صغيره، المدينه اللي حنا فيها مدينه صغيره، غادي نمشيو لمدينه كبيره، حيت انا البنات ملي كنشوف صحاباتي اللي انتقلوا من المدينه ديالنا لمدينه اخرى، مشاو لمدينه كبيره فيها المولات كبار، فيها البحر، فيها يعني البلايص زوينين في كيتساراو وفي كيخرجوا، ماشي بحال فين كاينين حنايا. وحتى انا صراحه دارت لي في راسي انني نمشي عندهم تما، ولا نمشي لشي مدينه من هذوك المدن ونعيش حتى انا بحالهم. المهم هو رفض وما بغاش، قال لي لا ما نقدرش انا نبدل مدينتي، هنا مدينتي فيها والديه ما نقدرش نبدلها. وباش نلوي ليه انا دراعو زعما قلت له غادي نستقل من هاد الشركه. قال لي ماشي مشكل، دبري راسك، انا اصلا ما واقفش على خدمتك، يعني نهار غنتزوج بك راكي غتجلسي في الدار، في كلتا الحالات راكي ما غاديش تبقاي خدامه. هنا البنات ما عجبتنيش ردة الفعل ديالو، جاتني غريبه وجاتني بارده وما توقعتهاش. شويه قلت ليه الا كتبغيني يلا ننتقلوا، والو ما بغاش يبدل. ايوا صافي البنات بغيت نزيد نضغط عليه، حيدت الخاتم من يديا وعطيتها ليه وقلت ليه فاش تبدل الراي ديالك راك كتعرف فين تلقاني. مشيت عند والديا وقلت لهم راني فسخت الخطوبه وبغيت نبدل المدينه، دفعت الانتقال وانا متاكده انه غادي يرضخ الامر الواقع ويتبعني زعما. تقبلت وانتقلت لمدينه اخرى، جاتني صعيبه في الاول، ولكن مع البنات وصحاباتي والجو ديال الخدمه ولفت دغيا، وبقيت كنمشي غير الويكاند والعطل لدارنا. بقيت على هاد الحال حتى لشي تقريبا شي 6 شهور، والسيد غابر ما سول عليا، ما عبرني، ما قال لي لا علاش ولا كيفاش ولا حتى شي حاجه. البنات ميساج ما عمرو صيفطوا ليا. المهم عرفت من بابا انه جا عندهم للدار وشرح لهم السبب باش تفارقنا وعلاش فسخت الخطوبه وشرح لهم كل شيء. والمهم انا واخا هكاك ما تنازلتش. المهم بقيت هكاك وانا كنحلم انه واحد النهار غادي يجي ويوقف عليا في المدينه ديالي، حتى النهار اللي صيفطات لي صاحبتي سكرين ديال الواتساب ديال واحد البنت. هاد البنت كنعرفها خدامه معانا في نفس الشركه، ولكن في مدينه اخرى، يعني في المدينه الاولى اللي كنت فيها.
وهاد البنت كنعرفها غير من اتساع، وكانت معايا في نفس البروجي اللي كنت خدامه عليه، غير هي كبيره عليا وقديمه في الشركه. المهم السكرين فيه ان البنت تزوجات. فاش رديت على صاحبتي قلت لها الله يسخر ليها، ولكن شنو علاقتي انا بهذا الشيء؟ الا هي تزوجات ولا طلقات انا ماشي سوقي، ما كنعرفهاش. قالت لي علاقتها انها تزوجات خطيبك الاول الفلان الفلاني. ناري البنات، تصدمت. انا يسحب لي غير كتفلا ولا كتجرب فيا واش باقا كنبغيه ولا لا. قلت لها برك عليا صاحبتي من التفليه، قالت تبقاش تفلي عليا. قالت لي والله الا تزوجات خطيبك اللي تفارقتي معاه. ملي تاكدت وعرفت باللي هو اللي تزوجات به، لان صيفطت لي التصاور ديال عرسهم وصيفطت لي يعني التصاور اللي كانوا داروا معاهم صحاب الشركه وداكشي. تاكدت انه فعلا تزوج بهذيك السيده. ايوا هنا البنات عجبتني الفيقه وعرفت باللي غروري خرج عليا. بقيت نغوت البنات ونضرب في راسي ونتف في شعري، ما عقلتش على راسي حتى لقيت راسي في المستعجلات. والبنات والدراري اللي خدامين معايا دايرين بيا، قالوا لي جاك الانهيار عصبي. شي سيمانه وانا قاطعه الهضره، ما كنهضر ما كنتكلم. جاو مالين الدار مساكن كيجريو، داوني ردوني لمدينتي، يعني المدينه اللي سمحت فيها. وندور ونسول ماما، درت بحال شي حمقى. واش بصحه ماما هو اللي تزوج؟ واش بصحه ماما؟ علاش هذيك بالضبط؟ علاش هي؟ لان البنات ما بغاش تدخل ليا العقلي. السيده كبر منه بشي 6 سنين، تزوج بنت كبر منه في العمر. واخا زوينه ومحترمه ولكن ما تسرطاتش ليا البنات، حيت عمرني توقعتها وعمرني نويت يقدر يشوف فيها او يعبرها. المهم داز عام، وفي ديك المده تبعت مع طبيب نفساني. بشويه بديت كنرجع لحياتي الطبيعيه ورجعت لخدمتي. وبحكم الحاله الصحيه ديالي وحاجتي للرعايه ديال الوالديه، الشركه قبلات ترجعني لمدينه حدا والديا، يعني رجعت لديك المدينه الاولى والشركه اللي فيها هادوك، فيها هو وفيها هي. كل شي ساق الخبر راني رجعت وكل شي فرحوا بيا. وخطيبي الاول هضر معايا، تلاقيت بيه هضر معايا البنات بحال ما عمرو كان بيناتنا شي حاجه. هضر معايا بروده وقال لي على سلامتك. قلت له الله يسلمك. المهم السيد تبدل بزاف، صحاح وزيان ووجهه نور، يعني ولا احسن من كنت كنعرفه. غير انا اللي كنت جايباها في راسي. وكنت كنشوفه هو ومراته داخلين للشركه خارجين من الشركه بجوج، ولكن قلبي من الداخل البنات كان كيتقطع، كان ربي اللي يعلم بيا. واحد النهار زغبني الله وصيفط ليه ميساج وقلت ليه بغيت نهضر معاك ولو لي اخر مره، واش نتلاقاو في القهوه اللي كنا كنتلاقاو فيها ديما. طلع ليه الميساج ديالي، قراه وما جاوبنيش في البلاصه حتى المرشي ساعه عاد قال لي واخا. وحتى انا بغيت نهضر معاك. انا البنات كان هدفي هو انني نسولو غير علاش بدلني بهاديك. كان الغلط ديالي انا اللي فسخت الخطوبه، ولكن ما عرفتوش علاش ضربني هاد الضرب. مشيت لهاديك القهوه وبقيت كنتسنى فيه حتى كتبان ليا طوموبيلته كتستاسيوني حدا القهوه، ولكن ماشي هو اللي فيها مراته والبنات. مراته اللي جات. المهم من وجهها عرفتها انها غادي تسمعني داك النهار اللي ما عمرني سمعته، وداك الشيء اللي كاين. قالت لي بالحرف هذاك اللي باغيه تهضري معاه دابا راه ولا راجلي، وانتي اللي سمحتي فيه ما ضربك حد على يدك. ونهار نعرفك بديتي تدوري بيه قسما بالله حتى نلبسك شي سروال عمرك تفكي منه. هاد المره لا دوزتها ليك، المره الجايه غادي تشوفي بعينك شنو غادي يوقع لك. دابا غير طاقت فيك وجه الله حيت عرفت ضميرك ما مهنيكش. المهم هادشي البنات والناس كتشوف وكل شيء تقريبا فهم علاش داير الصداع. مشات هي ديمارة الطوموبيل وانا تمنيت البنات الارض تشق وتصرتني. المهم مشيت دفعت شهاده طبيه واحده اخرى حيت ما بقيتش قاده نخدم، بغيت غير نرد السفل شويه من الاحراج والخلعه والصدمه وكل شيء تجمع عليا، وعاد نرجع لخدمتي. نهار رجعت عييت ما نقلب عليهم بجوج بعينيا، يعني هو ومرته ما بانوش ليا حيت ما بقاش عندي الوجه باش نسول الناس، انا غير فقط كنقلب بعينيا. اذا بيا كنتفاجا به بلي بحالي بحال كاع الموظفين جا كيسلم علينا، حيت كان دافع على لا لكندا ودابا الملف ديالو تقبل وغادي يهاجر هو ومراته. انا من كثرت الصدمه هزيت صاكي ومشيت هبطت لباب الشركه وصونيت على صاحبتي
باش تهبط عندي. سولتها واش بصح هادشي اللي سمعت، قالت لي ايه بصح، وهادشي اللي عطا الله. انا الشعور ديالي ديك الساعه البنات ما نقدرش نوصفه لكم. شوفوا فين كنت وشوفوا دابا فين وليت، وعاد بديت كنستوعب تصرفاتي وكيفاش كنت انانيه وحمقى ومغروره وضيعته من يديا. هادشي مكتاب عليا والحمد لله، انا ما عندي ما ندير من غير انني نصبر ونبرد الكيه. ولكن شي مرات كتشعل فيا واحد العافيه في قلبي وكنتمنى نموت ولا نجي في راسي. ما عمركم تغروا البنات، ما عمركم تخلوا الغرور ديالكم يغلبكم، ما عمركم تحسبوا رؤوسكم نتوما اللي كاينين فوق الارض. انا تغريت وقلت انا اللي كاينه وما عمر بنت المراه تديه، ولكن في الاخير راه دا غيري وكبار منه البنات بسنوات، كون غير باقا صغيره. وها هما دابا هاجروا وعايشين حياتهم بحال انا عمري ما كنت. هادشي عاودت لكم البنات داز عليا وانا عمري 24 سنه. دابا تقريبا فاتت 5 سنين. دابا حاليا عندي 30 سنه، ولكن ما بقيتش قدرت كيجوني الخطاب كيتقدموا لي، ولكن ما قديتش نتجاوز البنات. ما قدرتش نتجاوز هاد الصدمه، باقي عايشه تحت الصدمه. والديا مساكن عاشوا معايا العذاب ومازال كيعيشوه، مازال معذبين من جهتي ومازال باغيين يشوفوني حتى انا في داري وبوليداتي، ولكن هادشي اللي قسم الله البنات. المهم البنات تهلاو في والديكم وحبابكم واللي قريب ليكم، وفاش ربي يعطيكم النعمه حمدوا عليها الله وما تطمعوش في الزياده، لان ما كاينش الكمال لله سبحانه وتعالى. المهم دعيو معايا البنات نتجاوز هاد الصدمه، ودعيو معايا كذلك بالزوج الصالح ليا ولجميع البنيات اللي مادين يديهم للحنه. شكرا لكم نجيماتي الغاليات، كانت هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم. نتمنى تكونوا خديتوا العبره وخديتوا الافاده واستفدتوا، وياكم يا نجيماتي الا جاتك النعمه شدي فيها شده العمى في الظلمه. المهم شكرا لكم على المتابعه اجي ديك النجيمه خلي لايك باش الفيديو يطلع، وخلي كذلك تعليق زويون يكون بحالك. شكرا لكم على المتابعه البنات، والله لا شكرا بزاف على الدعم ديالكم، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم في القصص الجايه ان شاء الله، والى فيديوهات قادمه بحول الله. مع السلامه.